السلام عليكم، كيف الحال؟ عام من جديد، يعني عام جديد بدأ وكلنا متحمسين بقى، ونبدأ نخطط السنة كلها وهنمشي السنة كلها كويس. والسنة دي هتبقى أحسن من السنة اللي فاتت، وعافى الله عما سلف. ولازم السنة الجديدة تبقى أحسن، وبص هنمشي على الشعرة وعلى الصندوق. كالعادة في الآخر ما بيحصلش، وفي الآخر يعني بنكتب لستة أهداف قد كده أهو. يعني برضه بنكتب لستة أهداف قد كده أهو، في الآخر ما بنعملش منها أي حاجة. وبنيجي السنة الجاية بعد 360 يوم، عشان عندي 5 أيام. بنيجي بعد 360 يوم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سنة جديدة، عالم من جديد. هنكتب أهدافنا ونظبط الدنيا وي وي وي، وكل عام على نفس هذا المنوال. يعني وكل عام على نفس هذه الخطة، التي تبوء بالفشل دايما. يعني دايما فشل. ليه بقى؟ يعني الخطط دي دايما فاشلة. وازاي نخلي الخطط دي تنجح؟ ازاي نعرف هل احنا ماشيين صح في الخطة دي ولا احنا مش ماشيين صح؟ هنتكلم عن 3 نقاط بإذن الله. أول حاجة، التخطيط. 2، ليه التخطيط بيفشل. 3، ازاي نخطط صح. وقبل ده كله، بما ان انا اكتر انسان عاشق للتدوين وعاشق للتخطيط، وبص يعني عندي نوتات من هنا لبكرة، تدوين وتخطيط وي 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 وي. وبصراحة دي من أفضلهم إلى الآن، يعني عملية جدا وصغيرة. و... بس الأول هنعمل نوتة جديدة. يعني سنة جديدة نعمل نوتة جديدة، معروف. الآن حان وقت تجهيز العدة، عشان العدة دي بقالها كتير ما طلعتش، والسيت اب ده وحشني أوي. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا هنتكلم عن 3 نقاط قلنا: التخطيط، وليه التخطيط بيفشل، وازاي نخطط صح. أول حاجة وأول نقطة عايزين نتكلم عنها هو التخطيط. يعني التخطيط ده حوار كبير أوي، والناس للأسف فاكرة إن التخطيط حاجة سهلة وحاجة بسيطة، وهنعمل خطة 1 2 3، يبقى همشي على 1 2 3. فهذا لا يحدث. فتحت التخطيط بقى عندنا 3 نقاط: المتابعة والتعديل والتقويم. أول حاجة هي الخطة. يعني لما بتيجي تعمل خطة، فأنت بتعمل خطة على حسب كذا حاجة. أول حاجة أنت عايز توصل لإيه. تاني حاجة أنت معاك وقت قد إيه. وتالت حاجة أنت معاك تبذل إيه عشان تعمل الخطة دي، وعايز تعمل إيه، أو إيه الحاجة اللي أنت هتعملها في الخطة دي، فاهم. فتاني حاجة وهي المتابعة. أنا خلاص يعني عملت الخطة، وخطة كويسة ومش عارف إيه، بس عملت الخطة وحطيتها على الجدول. المفروض إن أنا أتابعها بشكل دوري، وبحيث إن أنا فاكرها، أبقى فاكر ورايا إيه، فاكر أنا بعمل إيه. طب سرحت النهاردة مثلا، يعني الخطة معايا أفتكرها بكرة، ما أسرحش بكرة كمان. وتالت حاجة وهي التعديل والتقويم. يعني ساعات كتير قوي بنعمل خطة سيئة وخطة وحشة، آه، إن هي تنفع معانا، بس للأسف إحنا ما بنعدلهاش. إحنا لازم نعدل. يعني لو الخطة يعني كانت كويسة أول مرة دي، فنثبت عليها ونزود فيها ونحسن فيها. لو الخطة كانت وحشة أوي، فلأ، إحنا محتاجين نغيرها. فمحتاجين يبقى في flexibility وفي mobility كده، إن أنت تغير الخطة أو تعدل فيها أو تغير حتة معينة فيها. الحتة اللي عايز أتكلم فيها عن الخطة، إن هي إحنا بنعمل خطة للأسف، يعني خطة جميلة أوي، يعني ماشية سنتوفة أوي، اللي هو كده، بس ما بنراعيش إن إحنا مش كل حاجة تحت إيدنا وكل حاجة تحت تصرفنا. إحنا بنعمل خطة جميلة أوي لو إحنا مشينا عليها، بس إحنا ممكن ما نمشيش، ممكن يحصل لنا ظروف. فنخش بقى على نقطة ليه التخطيط بيفشل. ليه أسباب كتير، بس أول واحدة إن الخطة أوفر. يعني إحنا عاملين خطة أوفر أوي، ومن أكبر الأسباب ليها بنعمل خطة للسنة كلها.
فانت حضرتك مين قالك ان السنة كلها انت ممكن تبقى سليم والحمد لله وصحتك تمام وكل حاجة تمام وما يحصلكش ظروف او كان. مش لا قدر الله ممكن تتعب، مش لا قدر الله ممكن يحصل لك ظروف يوم يبوظ، فيحصل لك ظروف تاني فيوم تاني يبوظ، فيحصل لك ظروف تالت فيوم تالت يبوظ، فأسبوع فشهر فالخطة كلها باظت أصلا. وأنت من أول حاجة بتبوظ في الخطة أصلا يعني تحس إن خلاص الخطة أنت عرفت إن هي باظت يعني. ماشي 20 يوم صح واليوم ال21 باظ، أنت خلاص عرفت إن الخطة دي مش هتكمل والأيام هتقعد تبوظ ورا بعض. فدي التعديل والتقويم، إن أنت تعدل في الخطة وتقومها، إنها حتى لو باظت النهاردة هتعدلها مفيش مشكلة. بقى لآخر وأهم حتة، ازاي نخطط صح؟ ايه هي أصلا الخطة الصح؟ الخطة يعني نقول ليها أهم 3 مقومات، اللي هو المدة، الكمية، المتابعة. المدة أهم حاجة في الخطة، والتخطيط اللي انت هتعمله مدته متبقاش كبيرة أوي يعني. بصراحة سنة كتير أوي، كتير أوي إن انت تخطط سنة. يعني انت حتى الجامعة عندك مخططة لك سمستر يعني ترم 6 شهور 6 شهور، يعني إنها بتقلل عليك، وال6 شهور دي مقسمها أصلا مقسمها ميد وفاينل. فالمدة ما تكونش طويلة أوي ما تكونش قصيرة أوي. انت لو خططت اليوم فتخطيط اليوم حلو. أنا حاليا ماشي على تخطيط يومي، وكل يوم بمهامه وكل يوم بحاجاته ومستخدم النوتة دي كتير جدا وماشي على تخطيط يومي. ولكن هو متعب حبتين. النهارده انت هتحط 3 4 أهداف النهارده وتقعد تقوم وتعدل فيهم. طب ما بكرة هتقعد تقوم وتعدل في نفس ال3 4 أهداف، بعده 3 4 أهداف وي وي وي. فهتلاقي في آخر الشهر انت عندك عشان تراجع ده كله في كتير قوي، هتراجع 30 يوم. ف والسنة برضو ان انت تيجي تراجع في السنة كلها، فانت اصلا هتيجي في اول اسبوعين وتفكس خلاص انا لسه هعمل سنة كاملة ولسه مش عارف ايه. فالسنة كبيرة قوي، 6 شهور 6 شهور كتير قوي برضو. 3 2 نيجي للحاجتين اللي هي الاسبوع والشهر. الاسبوع والشهر قد يكون التخطيط الشهري من افضل يعني من افضل انواع التخطيط الموجودة بالتخطيط. اساسيات الخطة وازاي تخطط صح: 1 يعني اختار مدة يعني ليست بكبيرة وليست بصغيرة على المهمة اللي انت عايزها او على الهدف اللي انت عايزه. 2 اختار كمية معقولة على المدة اللي انت مختارها، يعني كمية معقولة على المدة اللي انت مختارها. ما تختارش ان انت تخلص الشابتر كله في 3 ساعات، بينما الشابتر اصلا فيديوهاته وشرحه 7 ساعات. يعني ده مستحيل ان انت تخلصه مذاكرة وحل وي 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 في ال3 ساعات دول. لو عملت ايه؟ اختار كمية حلوة وكمية فاهم على المدة اللي انت مختارها. والنقطة التالتة وأهم حاجة في الخطة إن انت تتابعها وتعدلها وتشوف ايه الغلط وتحسنه وتشوف ايه الصح وتزوده، وبس كده معاك خطة بيرفكتو. حالا الآن أهم حاجة في ده كله لو هي كلمة واحدة: التدوين. يعني من غير ما تدون عمرك ما هتعرف انت وصلت فين في الخطة، انت ماشي صح ولا غلط، ايه اللي انت محتاج تعدله، ايه اللي انت محتاج تزوده، ايه اللي انت محتاج تقلله. من غير ما تدون الخطة كلها ملهاش أي 30 لازمة، انت مش عارف انت فين في الخطة أصلا. فالتدوين من أهم الحاجات في أي خطة عشان تعرف انت واصل لفين، انت ما وصلتش لفين، انت خلصت ايه مخلصتش ايه. كلمة واختصار كله في تدوين يعني نوتة نوتة أو نوتة صغنونة، يعني ورقة بيضة هتدون فيها، ورقة بيضة عادي. المهم إن انت كل ده يبقى مكتوب قدامك، انت عارف انت وصلت لفين، انت عارف انت عملت ايه، انت عارف انت محتاج تعمل ايه، وعارف ايه اللي عليك. بس انت كده ماشي في السليم والخطة تمام. وأهم حاجة بعد ده كله الدعاء، يعني بجد أهم حاجة إن انت تدعي وإن ربك يعينك وتحقق الخطة دي، عشان عمرها ما هتيجي من غير إعانة ربنا وتوفيق ربنا. بس معاك يا عم الخطة، روح بقى خطط وروح ذاكر. يلا السلام عليكم وفي أمان الله.